السلام عليكم خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ رمضان كريم، نتمنى ان شاء الله يدخل لكم الصحه والسلامه وطول العمر والرزق وكل ما كتمناو. المهم هي الصحه والسلامه. دابا شفت واحد لا فيديو دابا في اليوتيوب على اشرف حكيمي، عاوتاني نفس الاسطوانه كتعاود، لا دار لا فعل لا ترك. المهم شفت في داك البرنامج ديال تريندينغ جو كخوا، الا باقي عاقله اي هذاك البرنامج، واحد الصحفيه جبت قالت لك واحد المنشور حكى لا مرتو قالت مرتو دارت بطلقوا حيت. فهاد الميساج دابا بغينا نصيفطوه ودابا غادي نوريكم علاش كنت كنهضر دابا. فاش يلاه دوشت وخرجت زعما بغيت نشوف اليوتيوب كما العاده كنتلهى. فاش انا هاد الموقع هذا اللي هو معروف، هاد البرنامج هذا تيدير بزاف هادشي، كيهضر على المشاهير وكيهضر على مسائلهم وداك الشيء. فغنوريكم واحد المقطع دابا غتشوفوا معايا ونرجعوا نكملوا. عبوك فنانة وعارضة أزياء إسبانية تونسية شهيرة، وهي طبعا زوجة اللاعب المغربي أشرف حكيمي، وهو أحد لاعبي فريق باريس سان جيرمان، تخرج عن صمتها وتدلي بتصريحات حول زواجهما. تقول إن العلاقة على وشك الانتهاء بعد فترة قصيرة من توجيه القضاء الفرنسي تهمة الاغتصاب. فكما شفتوا دابا هاد المذيعه هذه قالت لك لا حكا مرتو بطلق منه. اصلا اشرف حكيمي واللعابات ديالنا تبارك الله عليهم مربين، ولاد الناس مربين في المستوى، وكاع لنفترض انه هضر معاه ولا هضرات معاه. ما فهمت هاد الفرنسيات هادو راه زاغوا ضصروا، هما مربين عندنا في المغرب، ما داها فيهم حتى بوبي ضصروا. فيما تعجبها شي مغني مشهور ولا شي لاعب مشهور ولا شي حاجه كتزعطلنا في شي واحد، مع تبارك الله المغاربه ديالنا باكس، المشاهير ديالنا باكس والزين والطوله والجريده، ما كان غير واحد كينسك في الاخر تبارك الله. فاش كيقول لاش نديرو ما نديرو، بلاتي نديرو ديك قضيه نتعارفوا ولا حكا ولا. وكاين اللي كيتصيفطوا ليهم، كاين الفرنسيات اللي كيتصيفطوا لهم اكسبري باش يديروا لهم هاد المشاكل هادو. ولكن تبارك الله اللعابه ديالنا ولاد الناس مرضيين، سواء كما طرا الفنان ديالنا الكبير سعد المجرد، الفنان الغزال حتى هو، والاشرف حكيمي حتى هو تبارك الله عليه غزال ومربي، وتبارك الله حنايا كاع الوليدات تاعنا في جميع المجالات، لا الفني ولا الرياضي ولا جميع المجالات، مربيين ولاد الناس وكيعرفوا واش كيديروا. فانا هذا القانون الفرنسي ما بغاش يتفهم ليا كيفاش وحده مشات بخاطرها وشربات بخاطرها وجلسات بخاطرها وطلعت معاه للدار بخاطرها ودرت معاه كلشي بخاطرها، حكا فاقت نعسات لا حكا خصني نمشي لا اغتصبني بزمني لا شدني لا دار ليا. انا ما فهمتش هذا القانون الفرنسي. كيظهروا هاد القضاة ديالهم والحكام ديالهم سمحوا لي، هاد الحكام ديالهم وهاد القانون تاعهم تيهضر غير الا كان الفيكتيم، الا كان المتهم مغربي، ولا كانت الفيكتيم فرنسيه، الا كانت الضحيه فرنسيه، وكاين مسكين داك المتهم مغربي كيخدموا كاع الدستور ديالهم، كاع فين ما كان شي حقوق تيحطوا لا حكا راه عندها الحق. وإلا كانت الفيكتيم فرنسيه وكان الضحيه حتى هو فرنسي، ايوا تيديروا علميك شي شفنا شي ما شفنا، لا حكا بلادنا متفتحه وحنا التفتح وماشي مشكل وحكا هما طاطا. غير تيكون مغربي هما عاد تينوضوا يديروا فيها ما عرفت شنو. فهاد الشيء هذا ظلم وما عندش الحق. وغادي نوريكم بعض التعليقات دابا تشوفوهم ونرجعوا نهضروا. والتعليقات حولها. هذه وقفت ضد زوجها والحق باقي ما تبين، نسيت انه المتهم على حق حتى يثبت جرمه. حسن خليل، زوجته أو طليقة أشرف حكيمي أعقل من الجماهير، قالت لك إنها تقف مع الضحايا وتقدر خطورة الاتهام وتنتظر تحقيق العدالة، بمعنى هي زوجته أي أكثر من أي شخص يعرفه، ولم تصف معه للدفاع عنه دون منطق. كوش إدريس هل يتحدث بلغة التعاطف، بلغة الاصطفافات، بأي لغة؟ سنرى. كوش إدريس يقول موقف تستحق الاحترام عليه، ولكن الآن هو متهم، لم تثبت عليه التهمة بعد، والحذر ضروري، ويجب الابتعاد عن المصطلحات غير المحايدة مع ضرورة التعاطف مع المشتكية لكونها قد تكون صادقة. أما هنا سارة، بعض الزوجات مع أول مشكلة يواجهها زوج تهرب بجلدها وتتخلى عنه. لكن ماذا قالت السيدة المعنية في هذه القصة؟
قالت عبوك إنها وحكيمي قد اتخذ قرار الانفصال قبل وقت طويل من قضية الاغتصاب، والذي بدأ في أواخر شهر فبراير الماضي. فكما شفتوا التعليقات الاغلبيه شي كان محايد وشي كان يعني مع الحق، وتيقول بانه كما تنقولوا حنا ديما في المغرب هادشي حنا معروف علينا، تنقولوا ديما المتهم بريء حتى تثبت ادانته، المتهم ديما بريء حتى تثبت ادانته، ما حد ما تثبت عليه والو، ما حد الاخرى هذيك الفرنسيه كتبلابلي مع راسها كتقول وقع عليها وجرى عليها، ما حد داك المدعي العام من نور راسو السيده ما بغاتش كاع تشكي. انا كنهضر في قضيه حكيمي دابا، السيده ما بغاتش كاع تشكي والمدعي العام مسكين بقى فيه الحال حقا كتجي واقيلا من العائله، بقى فيه الحال هو الكبير يدير دعوه. المهم باش نقول لك سيفو بلي لي فرونسيز غونجي فوكيلوت، الفرنسيات جمعوا شطايطكم لا تباتوش هنا. علاش؟ لان عقنا بكم وعقوا بكم وليداتنا، راه هذاك الشيء ما بقاش كياكل. وكما طرانت اللاعب نيمار ما نمشيوش بعيد، اللاعب نيمار جاب الله كان حط واحد الكاميرا مشات معاه وحده بخاطرها وطلعت معاه الشومبر بخاطرها وبستو عنقاتو بخاطرها، وفي الاخر كاسا كتصرفق فيه كتستفزو باش تا هو ينوض يضرب ويدير وكتقول ليه شي حوايج. المهم لا داعي لذكرهم في هذا الفيديو، المهم اللي باغي يمشي في الفيديو تاعو راه مليح على اليوتيوب موجود. فانا متاكده مليون في المية بان نفس الشيء طرا مع سعد المجرد، ان هذيك التايس دخلت معاه بخاطرها واستفزات وبقات تضربو ولا شي حركه هكا باش تا هو تشوف رد الفعل ديالو. فانا تنقول ديما كنتمنى من الله انه ان شاء الله القضيه ديال لا سعد ولا ديال حكيمي تخرج بسلام، وكنتمنى من اللعابه ان شاء الله الكبار ديالنا لا في المجال الفني ولا في المجال الرياضي ولا في اي مجالات ردوا بالكم من الفرنسيات. الفرنسيات راه ولاو تيبيو كيردوا راسهم دي فيكتيم باش يطيحوا بكم، كتلعب دور الضحيه كيعجبها تلعب لو رول ديال الفيكتيم باش طيحك انت وباش توصلك انت لشي مواصل خايبين. ردوا بالكم من الفرنسيات راه تصاروا، راه جيو تشوفوا في المغرب كيمشتتين ما كيدافعوا تحت ما كيدافعوا مرميين هنايا بالعرام، تنظل تنشوفوا ما كيدافعوا تحت ما كيشوفوهم تحت. كيفاش هذا كيف يعقل يجي حتى لبلادك ويغتصبك ويدرس فيك هاد الفعايل هادو؟ ما يمكنش. فالمغاربه مربيين، هادشي اللي بغيت الكلشي يعرف. وبصراحه صافي، وباش نختم واخا صراحه يعني لقيت شويه متوتر حيت اول مره تجربه عندي في هذا الشيء ديال اليوتيوب. فانا صراحه كنت كنفكر ندير اليوتيوب شحال هادي باش نهضر في هذه المواضيع، كنعلق شويه على هذه المواضيع اللي كيضروا في الخاطر. كتشوفي الانسان يعني شي قنوات كيهضروا بدون موجب حق، تيبقى يقول لك لا حكا دار فعل لا مرتو، اي جوج تزوجوا ما تفاهموش تيطلقوا ماشي مشكل. تبارك الله سعد مجرد تزوج بديك تبارك الله عليك غيتا العلاكي واقفه مع راجلها ومسانده في واحد المحنه اللي ما كتوقف فيها غير المراه المغربيه القحه، المراه المغربيه الحره اللي كتوقف مع راجلها في هذه المواقف، كتبغي راجلها في السراء وفي الضراء. اشرف حكيمي للاسف ما توفقش، ديك السيده يعني الله يعاونها، ما نقولوا على والو الله يعاونها. حنا ما كنهضرش على الجنسيات، تكون كما بغات تكون، انما المراه الحره كتكون حره سواء كانت مغربيه ولا تونسيه ولا جزائريه ولا موزمبيقيه، الا كانت حره كتكون حره، ولا ما كانتش حره ما كانت ماشي حره. باش جيت لها الظروف اللي راجلها في هذه المحنه وتنوض تخرج للاعلام اللي حقا بغيت نطلق وبغيت نديرو حنا علاقتنا وانا عطيت فيها جسدي وروحي، وعلى تا هو عطاك شبابه وروحه، ولا هو ما عطاكش، غير انت اللي عطيتي هو ما عطاكش. فانا للاسف يعني اش نقول لكم، انا تنتفاجئ في هادشي اللي كنشوف، والله يهدي ما خلق. ونتمنى ان شاء الله يعني احنا وليداتنا بارئين حتى تثبت ادانتهم. دائما المتهم بريء حتى تثبت ادانته، ما حدهم ما تبتوا عليهم شي حوايج بالقانون فهما بريئين. وكنتمنى انه هاد القنوات بداو شويه يكونوا شويه لوجيك في التعليقات تاعهم، تاع لا حكا ما تلقاتو حيت خان لا حكا ما خان حيت هادي وهي تبارك الله عليها حتى هي راه مدوزه اللي خليوني ساكته، ما كنبغيش نهضر في اعراض الناس، شغله هذاك راه معروفه هي في السوشيال ميديا. ديروا مرت حكيمه وتشوفوا راه فنانه حتى هي وعنقات وباست وخانت ودات لي بات دير الطياره، هي مشرقه ومغربه، ما هو راه ولد الناس، ما علينا، حتى هي بنت الناس، ما علينا. فنتمنى ان شاء الله يعني بحال هاد الامور ما يكونوش. حنا راه كنموتوا على ولادات بلادنا وكنموتوا على بنات بلادنا وما كنبغوش يتعرضوا بحال هاد الحوايج هادو. والله يفرج ولا يدير تود الخير. يلا تهلاو لي فراسكم والله يعاونكم، وديروا لايك واشتراك في القناه الا عجبتكم، يعني بتكون القناه هي ايجابيه 100%. انا ما كيعجبنيش نبقى نهضر على السلبيات والمشاكل، ما كيعجبنيش انا القنوات تاع نبقى نهضر على المشاكل وحكا ضربنا وتفارقنا وتخاصمنا. تيعجبنيش الانسان ديما يكون بوزيتيف، ديما يكون ايجابي في الحياه، حيت الحياه بلا ايجابيات ما عمرك تعيشها مزيان.
هادشي اللي كاين. يلا ديروا اشتراك وديروا لايك ولا عجبكم وفعلوا الجرس ولا باش يوصلكم كل جديد. يلا تهلاو.